النهارده بقى ماما عملت لنا احلى بقلاوه ممكن تاكلوها في حياتكم، وبطريقه سهله جدا وبتتعمل في 10 دقايق، وبجد جميله جدا في رمضان. والمقاديرها من البيت وسهله جدا. اول حاجه بنجيب كوبايه دقيق وبننخلها وعلبتين زبادي، بنفضيهم على الدقيق وكيس بيكنج باودر، وبنقلبهم كويس جدا. هي دي المقادير، بس يبقى المقادير كوباية دقيق وعلبتين زبادي وكيس بيكنج باودر، بس كده. وهنقلبهم كويس جدا. وهكون محضرة كيس ابيض جنبي عشان خاطر لما اعجنها هعبيها في قلب الكيس دوت. وبصوا بقى زي ما انتوا شايفين انا لقيتها بقى ايه ماسكة شوية، فحطيت لها هحط لها دلوقتي حبة مية، وما تكونش العجينة سايلة عشان تعرفي تقطعيها بالمقص. جيت انا بقى دلوقتي اهو كنت محضرة العسل، كوباية سكر على كوباية مية وعصرة ليمونة. هو ده العسل، كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة. وطبعا البقلاوة بتحتاج ان انت تقليها في حاجة غويطة عشان تتحمر وتبقى واخدة اللون الذهبي اللي انا عاملاه دوت. انا جبت حلة وفضيت فيها الزيت، والنار ولا تبقى عالية ولا تبقى واطية عشان خاطر ما تتحمش منك ويبقى لونها غامق. وطبعا انا عبيتها في الكيس، ولازم العجينة بتكون يعني ما تكونش سايلة، تكون ماسكة. وهعبيها في الكيس وهحضر مقص. بجد انا عملتها جميلة جدا فوق ما تتخيلوا. يا ريت بقى الكل يعمل اشتراك ويعمل لايك. وشكرا لكل المتابعين اللي بيعلقولي تعليقات جميلة على فيديوهاتي، انا بشكركم شكرا شكرا شكرا. بصوا بقى، انا اهو حطيتها في الكيس وجبت المقص، وكل شوية اعوص المقص في الزيت واقص عشان خاطر يقص معاكي القصة تبقى مظبوطة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، جيلكوا بالكاميرا اهوت، وبتقصي بالمقص كده. ولو المقص لزق معاكي بتنزليه في الزيت. بصوا بقى ما شاء الله لونها عامل ازاي، وهشة جدا وبتقرمش. وانا حبيت بقى لو حابه ترش على الشوكولاته كده بترش، دي حريه شخصيه لو انت مش حابه خلاص. وطبعا انا اول ما طلعتها من الزيت حطيت عليها العسل اللي انا عاملاه، اللي هو عباره عن كوبايه سكر وكوبايه ميه وعصره ليمونه. بسم الله ما شاء الله.